السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية كامل الزملاء، تحية كامل الشعب الجزائري. اليوم راح نحكي واحد الحقائق باش الناس تعرف شكون اللي وقف على الجزائر من العشرية السوداء من التسعينات حتى الآن. خلينا نكونوا واضحين ونحكيو كلمة حق. في العشرية السوداء وقفوا عليها العسكريين آنذاك، للآن راهم في التقاعد. زاد خرج لنا الحراك تاع الزواف اللي حابين يطيحوا البلاد. شكون اللي تصدى لهم في الحرب الإعلامية تاعهم وكانوا واضحين في كلامهم؟ هما متقاعدي الجيش اللي كانوا في يوم من الأيام حاملين سلاح ويقاتلوا ويقتلوا الإرهاب. زادوا خرجوا لنا جماعة الماك. شكون اللي تصدى لهم؟ تصدوا لهم مقاتلي التسعينات اللي هم في التقاعد الآن. زادوا خرجوا لنا المراركة. شكون اللي تصدى لهم في الحرب الإعلامية تاعهم؟ متقاعدي الجيش اللي كانوا في التسعينات مقاتلين في الجبال. زادوا خرجوا لنا تاع فرنسا وتاع مالي. شكون اللي تصدى لهم؟ تصدى لهم متقاعدي الجيش بنسبة كبيرة. وما ننساوش الشعب الجزائري. راني نشوف حسب الصفحة تاعي انه متقاعدي الجيش ما حبش يخلي بلاده، وراك تشوف باللي حقوقه ما دهاش، مطالبه ما دهاش، من الجزائر قبل كل شيء. هادو زعماء متقاعدي الجيش الان راهو كنز، راهم الديامون، راهم هما الركيزة تاع البلاد. متقاعدي الجيش دوك رانا كبرنا ومرضنا وقدا امورات، من الجزائر تبقى هي من الاولويات. تحيا الجزائر برجالها، والرجال هذو هما متقاعدي الجيش. متقاعدي الجيش كانوا رجال نهار اللي كانوا شباب وما زالوا رجال وزعماء كي كبرنا. تحيا الجيش الوطني الشعبي، وتحيا الجزائر برجالها. وتحياتي الخالصة لمتقاعدي الجيش، وانا افتخر واعتز اني واحد منهم. تحيا الجزائر.